السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده ان شاء الله، وسؤال جميل معانا النهارده. اخت فاضله بتقول لي يا ام روضه، هي طالعه عمره ان شاء الله باذن الله ومحتاره في اللبس، وخصوصا ان انا قلت في الفيديو بتاع شنطه العمره ان اللبس بتاع العمره بتاعي ما كانش مريح جدا جدا جدا، ونصحت كل اخواتي ما ياخدوش من النوعيه دي من الاقمشه لانها مش مريحه جدا، مش مريحة خالص. فبتقول لي ايه اللبس اللي اخده معايا وعدده قد ايه، وايه الاكلات اللي هتكون موفرة معايا وتعيش معايا لحد اخر العمرة، وخصوصا ان هي هتكون في غرفة رباعية او ثلاثية، يعني غرفة مشتركة، يعني التلاجة مشتركة اللي هي اصلا طولها اعتبر ان مفيش تلاجة. طول ما انت في غرفة مشتركة مع مجموعة ناس او مجموعة اخوات، اعتبر ان مفيش تلاجة خالص معاكي في الغرفة، وتعاملي طبيعي جدا جدا جدا. وعايزه توفري برضو في الريالات وفي وقتك وفي مجهودك علشان تقضي الخمس صلوات، لان هي حطي في بالك انها رحله ايمانيه، يعني طول وقتك هيكون في الحرم، مش هتقضي يعني يدوبك الحرم ده، او عفوا الفندق هيبقى مجرد راحه بس او احتفاظ بالشنط. يعني الوقت قليل وتجري على العباده، اجري اشحني نفسك طاقه، اشحني نفسك ايمانيات، اشحني نفسك كده، يعني روحانيات جميله. ربنا يكتب لك العودة قريب ان شاء الله بإذن الله. بس حطي لايك للفيديو بالله عليكم، ما تنسوا اللايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. مبدئيا كده يا بنات، الملابس هتاخديها معاكي شكلها ايه؟ اول شيء خدي معاكي اللبس الداخلي اكتر من غيار. برضو هنتكلم في الفيديو ده علشان برضو السؤال ده اتكرر لي كتير. المنشر في فنادق كتير ما فيهاش غسالات وما فيهاش مناشر فوق السطوح، لان بيبقى في فنادق متوفر فيها منشر فوق السطوح، بيطلعوا كده لحد اخر الاسانسير وبعد كده بيتلاقوا منشر على السطوح. هقولك برضو في الفيديو ده تتعاملي ازاي، بفكرة حلوة قوي كنا بنستخدمها. بس مبدئيا خلينا كده ماشيين بترتيب. شنطة اللبس اللي هتاخديه معاكي في العمرة، هتاخدي ايه معاكي؟ خدي معاكي اللبس المريح اللي انت بترتاحي له، ده بالنسبة للخروج، لان انت هتكوني اغلبية الوقت بره الفندق. بمعنى يعني ما تاخديش بيتي كتير، ما تاخديش لبس اسدالات صلاة وحاجات زي كده اللي هي الفيزون واللي هي الشفافة دي تقولي ده انا هقعد بيها في الفندق، انت مش هتقعدي في الفندق. خلي اغلبيه اللبس بتاعك يكون خروج ويكون مريح. طب نوع القماشه ايه؟ انا ممكن اقولك انا برتاح للقطن وانتي ما ترتاحيلوش، انا ممكن اقولك برتاح للفيزون او الحاجات اللي هي العبايات الحرير، وانتي مثلا تكوني بترتاحي للكتان. فالحاجات دي بتكون راحات وعلى حسب ما انتي بترتاحي وجسمك ما بيرتاح. العبايه اللي انتي بتحبيها قوي 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 بتلبسيها في خروجاتك العاديه، خدي منها، اشتري واحدة زيها تاني لو حابة تشتري جديد. هل يشترط ان احنا نشتري لبس جديد واحنا رايحين العمرة؟ لا، ما يشترطش. اي لبس عندك في بيتك بتكوني مرتاحة فيه وانت خارجة، البسيه وكتري منه. إيه، الخمارة بتاعتك خديها معاكي. الطرح بس اللي هقولك تكتري منه البندانات دي اللي هي الحاجة الصغيرة كده اللي بنغطي بها شعرنا قبل الطرحة الكبيرة، دي كتري منها على قد ما تقدري. انا كنت واخده 2 بس، وكنت بضطر ان انا لما برجع من الحرم اشطف كده واغسلها واحطها واعصرها جامد واحطها على حرف السرير كده او انشفها في وش التكييف، وكنت بلبسها علشان كده كنت ايه بيبقى فيه برد يعني، او اعزكم الله يعني وتعب. فنصيحة مني علشان ما تبرديش ويحصل لك اي شيء، خدي اكتر من غيار معاكي. لو تقعدي 15 يوم خدي على الاقل 4 عبايات خروج. فاهمه ازاي؟ طب اللبس البيتي خدي يا دوبك حتتين 2 بس، يعني حاجات كده انت بتحبيها البسيها في البيت. اما الغيارات الداخليه النسائيه فكتري منها على قد ما تقدري. ده بالنسبه للملابس بتاعتك. ايه تاني هتاخديه معاكي؟ كتري طبعا من الادويه، دواء المغص، دواء الاسهال، دواء بصي كل الادويه اللي تحتاجيها، بسط للعضلات، مرهم للتسلخات، الحاجات دي كلها. وطبعا النساء ما تنسيش قبل ما تحددي او خلاص حددتي ميعاد العمرة او الشركة حددت ميعاد العمرة، اظبطي الدورة الشهرية بتاعتك علشان ما تروحيش هناك وتوصلي ويصادف ميعادها في ميعاد الدورة بتاعتك. في برشام بيتاخد بيمنع نزول الدورة، طول ما انتي ماشية عليه هيمنع نزول الدورة الشهرية معاكي، فتقدري تاخديه قبل ميعاد الدورة اصلا باسبوع، مش تستني خلاص الدورة بكرة وهاخده النهاردة، خلاص هي اتكونت ولازم هتنزل، فمهما تاخديلها من ادوية مش هتوقف. ففكري كده كويس ونبهي نفسك. ممكن اكتبلك اسم البرشام، والافضل ان انتي تستشيري طبيبة طبعا. ده بالنسبة للأدوية. خدي كل شيء، لو عندك مرض مزمن خدي الأدوية بتاعته، خدي الحاجات بتاعته، وإن شاء الله بإذن الله تروحي وترجعي بألف سلامة وما تمرضيش أبدا. ده بالنسبة للحاجات اللبس اللي هتاخديها ونوعية الأقمشة والحاجات دي كلها. طب أرجع للأكل. حضرتك طول ما انت في غرفة مشتركة مع ناس هتكون معاكي في الغرفة، اعتبر ان مفيش تلاجة، اتعاملي بالنواشف والجبن والحاجات الأكل اللي انت بتحبيه.
تونة بقى، فول معلب، السلمون اللي هي الحاجات المغلفة دي، جبن، لانشون، اي حاجة انت بتحبيها نواشف كتري منها على قد ما تقدري. الليمون ده اساسي معاكي، خدي كيلو 2 كيلو كده وفيدي حبايبك كده وهادي. واليانسون والحلبة والحاجات اللي هي والتليو والحاجات اللي هي اعشاب، خدي منها على قد ما تقدري. الشاي والسكر والحاجات دي كلها طبعا استخداماتك اليوميه. بتحبي القهوه، خدي قهوه معاكي وخدي كنكه صغيره عشان لو حبيتي تعملي. طبعا مفيش بوتاجاز هناك عشان اخواتي اللي بيسالوا، احنا بناخد السخان الكهربائي معانا كده وبنشغله في الغرفه وبنعمل عليه حاجتنا بسهوله. خدي معاكي حبه رز، حبه مكرونه نيين لو حبيتي في يوم من الايام تغيري كده او ريقك جري على الحاجات دي. طبعا الناس عايزه توفر وفي نفس الوقت الطوابير جامده هناك على المطاعم ومسافه وكده، فهي عايزه توفر في الوقت تقعد بيه في العباده افضل، وده انا بفضله جدا جدا جدا. ما تضيعيش وقتك في المحلات وما تضيعيش وقتك في اللف على الاكل. كلي اي شيء، كتري معاكي من التمر، اشتري تمر من هناك حلو او خدي تمر معاكي. ماء وتمر يكفي طبعا، يكفي في ساحه الحرم لحد لما توصلي الفندق وتاكلي الوجبه بتاعتك اللي هتشبعك وتمري عليكي وتخليكي تبقي فيكي طاقه وجهد ان انت تتعبدي. ده بالنسبه للاكلات. فانت هتكتري من النواشف اهم شيء. ممكن تعملي طريقه اللحمه اللي انا عاملاها بس تعمليها صح وتاخديها معاكي، دي بتقعد في التلاجة. لو خدتلك بس معاكي علبه كده فيها اللحمه بتاعتك وشلتيها في التلاجة. طبعا مش هينفع بقى تاخدي اي حاجه تاني علشان هتخسر معاك وتبوظ، والحاجه يعني غاليه زي ما انت شايفه. ده بالنسبه للاكل. ارجع بقى تاني لموضوع المنشر. كنت بعمل ايه؟ في فنادق كتير ما فيهاش منشر، فوانتي بتجهزي شنطه العمره خدي طبق بلاستيك كده خفيف معاكي، ومش عايزه ترجعي بيه مش مشكله، سيبيه صدقه هناك في الفندق. ده بالنسبه للطبق اللي هتغسلي فيه. خدي طبعا معاكي المسحوق والبريل وليفه، الحاجات دي كلها شخصيه بالنسبه لك، فما تستخدميش حاجه حد. اللي بتغسلي الهدوم وبسيبها تتصفى شويه كده على البانيو او تعصريها كويس، وخدي معاكي الشماعه، شماعات بتاعت الملابس فاضيه، هتعلقي الهدوم المبلوله فيها وتعلقيها في ماسوره هناك كده بتبقى في البانيو، بيبقى عاملينها كده بستاره. علقي الغسيل بتاعك فيها لو انت ما عندكيش منشر ومش عارفه تعملي ايه، لحد لما تصفى خالص. وانت خارج الفندق مثلا هتنشري عبايتك على حرف السرير، واخده بالك انت. ولو الفندق فيه شباك بيبقى فيه سلك كده، حاولي ان انت تفتحيه شويه او هوي الاوضه شويه حتى النفس يتجدد والهواء اللي فيه يتغير. فانا كنت بعمل كده، انا كنت بخلي الهدوم يبقى يعني ايه، عارفين انتوا، يوم مثلا او نص يوم في البانيو على حرف البانيو واحنا مش موجودين، تصفى خالص من الميه، وبعد كده ما فيهاش ميه بقى اروح فردها على السرير كلها في الاوضه، واخدين بالكم انتوا. وبعد كده ابتدي اعلقها بقى مثلا على الدولاب شويه، على هنا شويه، لحد لما، وفي شماعات هناك كنت بحاول اعلق عليها الهدوم علشان خاطر تنشف. اهي حاجات محاولات مننا ان احنا ما نضيعش